معنا السيد النائب الاول رئيس مجلس جامعه العرائش. اليوم المناسبه ديال الافتتاح ديال المحطه الجديده بالعرائش، ممكن تقول لنا على هذه المناسبه هذه؟ شكرا لاراش نيوز، شكرا ياسين. هذا في الحقيقه يوم هام في السيرورة الحياه مدينه العرائش. الافتتاح مر في ظروف عاديه، كاين عدد هام ديال الحافلات اللي التحقت اليوم بالمحطه، عدد هام ديال المسافرين اللي كيكتشفوا المرافق الجيده المحطه. من المؤكد كاين بعض المشاكل اللي نحن نعمل على المعالجه ديالها خلال الساعات والايام المقبله، تخص المرتفقين ديال المحطه او تخص الناس اللي كانت كتربط المصالح بالمحطه. نحن نعمل على الحل ديال هذه المشاكل. نداء للمواطنين والساكنه مدينه العرائش، هذا واحد المرفق هام وجيد اللي نضاف لمدينه العرائش، سيمكن من تحسين الجوده ديال تقديم الخدمات للمدينه. كذلك الوسط المدينه سيصبح خالي من بعض المشاكل اللي كانت كتاثر على الحياه الساكنه، خصوصا المدارس اللي كانت مجاوره للمحطه القديمه. اعتقد بان الانطلاقه هي انطلاقه جيده، وان شاء الله الظروف المواتيه للمسافرين اللي هما اهم حلقه داخل هذا الشيء غتكون ظروف مواتيه. كنشوفوا المحطه فيها التحاق بعدد هام ديال الساكنه اللي كتكتشفها اولا او اللي كتستافد من الخدمات. شكرا رئيس مجلس البلدي، القسم التقني ديال بلديه العرائش السيد العامل، كل مره فقط. غير وقع واحد البلبله، الناس كيتسائلوا لان المحطه القديمه واش باقا خدامه، واش هذا الامر كتشوف بانه طبيعي؟ ومن الطبيعي بان في اليوم الاول يكون بعض الارتباك، ولكن اظن بانه كيدخل في اطار التسيير العادي ديال الاشياء. الامور الحمد لله انطلقت بشكل جيد، ومن المؤكد بان ساكنه العرائش ستقدر هذا المجهود اللي تعمل وغتحافظ على الجماليه ديال هذا المكان. دابا انتم اليوم كتاكدوا بان المحطه كاينه في العرائش، محطه وحده هي محطه جديده، المحطه الوحيده خدامه بنسبه 100%، وباقي ربما ما كملش 100%، ولكن بالنسبه للسفر المسافرين بالنسبه للمرافق ديالها مفتوحه. وكنتمنى بان الناس يحجوا لينا بكثافه ويستافدوا من الخدمات اللي غتكون فيها، وان شاء الله مع الوقت ستتحسن بشكل كبير. باقي المرافق ديال المحطه سيتم فتحها والانجاز ما اللي ناقصه على اي ما ناقصاش شي حاجه كثيره. كل المرافق تقريبا متوفره من اجل راحه المسافرين. شكرا شمي. مرحبا.